السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم حلويات البرايجية. شاركت معكم من قبل شحال من وصفة نتاع الكروكي. درت معكم كروكي العسل، الكروكي العادي، كروكي رولي، مازال هذا الكروكي بذوق الشوكولا. قلت نشاركه معكم اليوم ان شاء الله. يعني صراحة الوصفة ناجحة مليون بالمئة، يجي طري، يجي بزاف بنين. درت لكم بزوج طرق تاع تزيين وانتم خيروا الطريقه اللي تساعدكم. اللي حابه يوصلها وصفاتي يا البنات لازم دير لي جيم وتعليق وتشترك في القناه، لاني راني نحط لكم تقريبا كل يومين او 3 ايام نحط لكم وصفات حلوه جديده. تبعوا برك حلويات البرايجيه وان شاء الله كامل تتعلموا كل انواع الحلويات سواء تقليديه او العصريه. درت 4 بيضات، عندي كاس ناقص اصبع او ناقص 2 اصابع سكر عادي على حسب يعني اللي تحب الحلاوه او اللي ما تحبش. تقدروا ديروا حتى نص كاس. ضفت عليهم رشه ملح وديروا لافاني وخلطوا مليح يعني تحبوا تخلطوا بالفوي او بالباتور حتى تحسوا هذاك السكر ذاب معاكم. هنا راح نضيف كاس زيت، ضفته بالتدريج وفي نفس الوقت راني نخلط. كما قلت لكم لازم هذاك السكر تحسوه ذاب مليح. ضيفوا هذاك الكاس تاع الزيت تدريجيا، ولازم تخلطوا حتى الزيت هذا يندمج مليح مع البيض وباقي المكونات، يعني ما يبقاش خارج. شوفوا هنا ضفت عليه لاروم تاع الشوكولا اختياري، اللي مش متوفر عندها تقدر دير برك الكاكاو ما ديرش هذا لاروم. انا كان عندي شويه ضفت حوالي مغرفه صغيره، وراح نضيف عليهم هنا 3 مغارف كاكاو بني. غربلوه واستعملوه. نخلط هذه المكونات مع بعض حتى يندمجوا بهذه الطريقة. هنا خلطوا غير بشوية حتى تحسوا هذاك الكاكاو الذاب كامل. شوفوا القوام اللي رايحين تتحصلوا عليه. هنا في هذه المرحلة راح نضيف باقي النواشف. عندي هنا نشا اللي مد خفة رائعة للكروكي، واللي تحب تستغنى عليه تقدر تستغنى عليه، ولكن يجيكم خفيف بالنشا أحسن. ضفت 3 مغارف نشا، وعندي كيس ونص خميرة كيميائية. ما استعملتش زوج درت غير 1.5، وراح نكمل اللم بالفارينة. هنا كي تضيفوا الفارينة لازم تخليوه يلصق. شوفوا اذا حبيتوا الكروكي تاعكم هذاك اللي يجي مشقق ديروه العجينة يعني متماسكة. اذا حبيتوه ما يتشقق لكمش الوجه نتاعو لازم تخلوها تلصق طريه. انا راني حبيته يتشقق لي شوي، على هذه شوفوا نشفت العجينه شويه. هاو القوام، وديروا في حسابكم ثاني انه الكاكاو راه يشرب، يعني كي تريح العجينه راح تزيد تنشف شويه. هنا راح نبدا طريقه التشكيل. كما قلت لكم انا نحبو يتشقق معايا هكذا به، يعني كي ندير له الكونفيتير او واش درت له من الفوق التزيين يتشرب لداخل، يدخل لي في الوسط تاع الكروكي. وانتم كيما حبيتوا، اللي تحبوا ما يجيهش مشقق دير العجينه طريه تبقى تلصق ثم تتوقف. هنا شوفوا درت شويه فرينه ودرت حربوش بهذا الشكل، قسمته على 3، دير لي 3. البلاطو هذا راه الطول تاعو 40 سنتيمتر، فيه 30 على 40. هنا كملتهم كامل بنفس الطريقة. الفرن شعلته على 200 درجة، شعلوا له من تحت، دخلوا الكاطو تاعكم الكروكي يطيب من تحت قبل حتى تحسوه طاب، وبعدها شعلوا له من الفوق يزيد يتحمر شوية برك وخرجوه. هاي لكم النتيجة. كما قلت لكم هنا نحطو يطيب ونروحوا للشوكولا تاعنا. هنا راح نحضر لكم كلاصاج الفيريرو، تقدروا تستعملوه كما درتو انا في الكروكي، كما تقدروا تستعملوه لاي نوع من الحلويات. هنا درت 150 غرام من الشوكولا ذوبتها على حمام مائي، ضفت لها مغرفه ونص نتاع زيت. كل 100 غرام يقابلها مغرفه كبيره نتاع زيت ومغرفه كبيره نتاع كاوكاو مرحي محمص ومرحي شويه خشين. غربلوه نحولوا هذاك الرقيق تاعو وخليوه فقط اللي شويه خشين. كما قلت لكم انا درت 150 غرام شيكولا ذوبتها، مغرفه ونص نتاع الزيت، وضفت عليها مغرفه ونص كاوكاو مرحي. هنا بعد ما برد معايا الكروكي خرجوه خلوه حتى يبرد مليح، وبعدها ديروا له هذيك الشيكولا من الفوق. هاي لكم الطريقه. انا كما شفتوا معايا في بدايه الفيديو ما درتوش كامل. الثالثه درتها بتزيين مختلف، درت لها مربى المشمش كما راكم تشوفوا
على هذه قلت لكم انا نحبو يتشقق لي باه يتشرب لي ويجيني طري احسن واحسن. هنا درت لها المربى، وعندي هنايا زينوها واش متوفر عندكم، كاوكاو او نواة كوكو، او انا عندي هنا هذا خليط بين الكاوكاو والقوفريت، كان عندي من قبل زينت به ودرت خطوط ماشي كلها بهذا الشكل. تزيين دائما على حسب الرغبه تاعكم، ونفس الديكور درتو في الاخرين كيما راكم تشوفوا هنا بنفس الطريقه. ورايحه نقطعو هنا. هاي لكم الطريقه، يعني صراحه جا بزاف بنين، جاي يذوب في الفم. ننصحكم كامل تجربوه. اللي لحقت لهذا المقطع نقول لها من فضلك اختي ديري لي جيم وتعليق واشتركي اذا ما كيش مشتركه، لانه اكثر اللي راهم يشوفوا في الفيديوهات ما همش مشتركين. مانيش فاهمه عليه، كي ندخل الاحصائيات الاكثريه ما همش مشتركين، ويبعثوا لي في الواتساب يقولوا لي ما كيش تحطي لانكم ماكمش مشتركين على هذه، ما همش يوصلكم وصفاتي. اشتركوا وخلوا تعليقاتكم، هكذا اليوتيوب يبعث لكم وصفات القناه، سواء قناتي او اي قناه اخرى اللي تحبوا يوصلكم وصفاتها. اشتركوا في القناه وتفاعلوا مع الفيديوهات. هنا هاي لكم النتيجه بعد ما كملت له التزيين، يعني صراحه جا ولا اروع. ننصحكم كامل جربوه وزيدوا ادخلوا القناه. درت معكم كروكي عرولي، الكروكي العادي، كروكي سنيوة، كروكي طبقات، كروكي العسل. درت معكم تقريبا كل انواع الكروكي. مازال هذا برك هاني زدت شاركته معكم اليوم، ان شاء الله برك يكون اعجبكم. النتيجه هي قدامكم، نقسم معكم حبه يعني تشوفوا القائمه تاعها كيفاه جات. هاي لكم النتيجة، يعني صراحة جاء بزاف بنين بزاف طري. حطوه في علبة بلاستيكية وخلوه، سكروا عليه وخلوه، راح يزيد يولي طري أكثر وأكثر. أنا نحب الكروكي اللي يكون طري، ما نحبش هذاك اليابس، وكل وحدة كيما تحب. نشكركم كامل ونتلاقاو في حلويات جديدة إن شاء الله.